السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم قناة ملذ وطاب مع رندا محمد. يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة الوصفة بتاعتنا بسيطة وسهلة، هتبقى هي عن البانيه المشوي. البانيه المشوي انا مش محتاجة ولا جريل ولا هشويه في الفرن. يعني انا ما عنديش جريل، مش هشوي البانيه، هنشوي البانيه وبحاجات وبتكات من ملذ وطاب. هتعجبكم جدا. وهو الوجبة دي او الوصفة دي بتنفع كمان الناس اللي هم بيعملوا دايت، لان مش هيبقى فيه اي مادة دهنية. هنشوي النهاردة البانيه بالمية. هنشوي البانيه بالميه. انت هتسلقيه؟ لا والله، ولا هسلقه ولا هعمل حاجه. خليكي معايا لاخر الفيديو. وان عجبتك الوصفه ما تنسينيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان توصلك مني كل الاشعارات والفيديوهات الجديده. زي ما انا قلت، الوصفه بتاعتنا البانيه المشوي. انا معايا النهارده نص كيلو بانيه مشوي، بس كيلو نص كيلو بانيه. انا لما بجيب البانيه عشان اشويه بجيبه بالسمك ده، ما بجيبهوش اللي هو الشرايح الرقيقه زي البانيه اللي بالبيض والبقسماط اللي هو هنقليه. ليه؟ علشان خاطر انا هشويه ما ينشفش معايا. ومعايا بقى التتبيله بتاعته والمكونات بتاعته بسيطه جدا وموجوده في كل بيت. معايا بصل مفروم ناعم، ومعلقه كبيره من الملح، ومعلقه صغيره خالص فلفل، ومعايا مطحون ورق لوري على حبهان، ومعايا بابريكا والزعتر اللي هو الخشن ده شويه. انا لما باجي اعمله بفركه، مش عايزه الخشونه بتاعته تلزق في قلب البانيه، يبقى لما يجي يتشوي يتحرق معايا. عشان خاطر اديله يبقى لونه حلو من بره وجوسي كده من جوه وما ينشفش مني، بحط له نص فنجان لبن. طبعا نص فنجان لبن ده بيبقى حسب الكميه، لو انت الكميه اكبر بتزودي المقادير اللي انا قلتها دي. وما بحطلوش ليمون، انا ما بحبش اقلب طعم البانيه لطعم سمك. الليمون لما بينزل على البانيه بيخلي طعم البانيه بيتغير، لكن انا هحط له خل. حطاله ربع فنجان صغنن خالص كده خل. وهنعمل ايه؟ بسيطة جدا الطريقة. هنقلب كل المكونات دي على بعض، وهنعمل الطريقة بتاعتنا عشان نعرف خطواتها ايه. اهو هنزل بالبصل علشان الطريقة دي تنجح معاكي ويبقى حلو معاكي البانيه ومتطعم ومدي تطعيمة النكهات اللي انت هتحطيها. لازم يتساب في التتبيلة على الأقل 4 ساعات. كل ما بيتساب كل ما يبقى أفضل. أنا هنزل بالملح والفلفل ومطحون ورق اللوري والحبهان والبابريكا. وزي ما قلت لكم أنا باجي على الزعتر وبفركه كده بايدي كده. انا بنعمه بايدي عشان اظهر الريحه بتاعته، علشان كمان ما يبقاش عامل لي فتافيت خشنه كده او مظهر كده على البانيه بتاعي. خلاص انا نزلت بقى بالمكونات اللي هي الجافه دي. هنزل باللبن ووراها الخل، وهقلب بس المكونات دي تقليبه كويسه مع بعضها. زي ما انتوا شايفين انا التتبيله بتاعتي بسيطه جدا. في بيحطوا مع التتبيله دي صوصات ومعلقه معجون صلصه او كاتشب. لا، انا التتبيله بتاعتي النهارده بسيطه وموجوده في كل بيت، وفي الاخر هتديني نفس اللون والشكل بتاع البانيه المشوي اللي محطوط له الصوصات ومحطوط له كاتشب او معجون صلصه. هنعمل ايه؟ هنزل بقى بالتتبيله الحلوه بتاعتي دي على الفراخ البانيه كده، وهقلبها بقى تقليبه كويسه جدا علشان تتطعم وتبقى ساعه الاكل متهيئه كده وجميله. انا هقلبه بقى كده، وزي ما قلت لكم انت كل ما بتسيبيه في التتبيله بيبقى افضل. يعني تسيبيه 4 ساعات على الاقل، لكن مش اقل من كده. اكتر ممكن يبقى احلى واحلى.
خلاص. لو انت هتعمليه وعندك البانيه قبليها بيوم، تبليه قبليها بيوم، حطيه على رف التلاجة، هيبقى معاكي طعم ولذيذ. ولو الوصفة عجبتك ما تنسيش في اللايك والشير، وتشيروا بقى الفيديوهات بتاعتي كده. هنقلبه اهو كويس جدا عشان يطعم. هعمل ايه؟ انا هحط البانيه ده في قلب كيس نايلون. ليه كيس النايلون؟ عشان خاطر انا كل شويه هطلعه من التلاجة هقلبه، ابقى ضامنه ان التتبيله كلها والصوص اللي نازل في الطبق ده كده يبقى متشرب بيه كل البانيه مش جزء من البانيه. هحطه بقى في الكيس النايلون واشيله في التلاجة اهو. انا حطيته في الكيس اهو. بفضل كل شويه اقلبه، بس هحطه على رف التلاجة، وبعد 4 ساعات دي اقل مده ان انا اسيبه يتبل. هرجع واوريكم هنعمل بقى فيه ايه. هيطلع مشوي معاكي احلى من اللي بيتعمل في الفرن والجريل، بلون وطعم جميل، وهيبقى جوسي معاكي بتكايه صغيره كده. هما شويه ميه يخلوهولك مشوي ولونه احلى 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 كتير من اللي بيتشوي بالصوصات واللي مشوي على الجريل. انا هشويه معاكم في الطاسه، وهتشوفوا من نهايه الفيديو الطريقه هتبقى حلوه ازاي. زي ما انتوا شايفين انا البانيه بتاعي اهو خلاص اتبل. انا النهارده قعدته بس 4 ساعات، لكن انت زي ما قلت في اول الفيديو كل ما بيقعد وبيطعم بالتتبيله بيبقى احلى. بتعملي ايه قبل ما تبداي الشوي؟ ان انت بتمسكي البانيه تفرزيه علشان ما تنزليش بيه على الطاسه، تبقى في حته متنيه ويبقى في الشوي شكله مش حلو وحته مكلكعه كده. لا، احنا عايزين البانيه بتاعنا يبقى كله مفرود. انا جبت طاسه اهو، وهنزل بشويه زيت صغيرين خالص اهو. المهم ان انا اوصل الزيت ده لكل الطاسه. هعمل ايه؟ انا مش هنزل بالبانيه بتاعي الا لما اتاكد ان الزيت بتاعي سخن كويس، عشان البانيه تعمل له صدمه وما ينزلش اي سوائل منه ويبقى في الشوي مش حلو. ويبقى كده لما تيجي تاكليه يبقى جوسي كده من جوه ومستوي وجميل. زي ما قلت في اول الفيديو، لازم البانيه بتاعك يبقى السمك دوت، ما يبقاش الشرايح الرقيقه الرفيعه قوي عشان ما ينشفش منك ويبقى حلو. يعني انت ممكن تقولي لبتاع الفراخ اللي بيعمل لك البانيه ما ترفعهوليش قوي، علشان انا مش هعمله ببيض وبقسماط. يلا معانا بقى هننزل بواحده واحده كده. بصوا اهو زي الفل. بصوا اهو، ما بقلبش اول ما بنزله خالص خالص خالص. اول ما هيشد معايا هقلبه. انا بقلبه، خلوا بالكم الماسك ده بتاع الشوي. لو حطيت الماسك اللي حرفه سيليكون دوت في قلب الزيت، لو انت بتقلي حاجه هيعمل فوران في الزيت ومش هيبقى حلو. الماسك اللي فيه سيليكون ده مش شوي، مش للقليه يا جماعه، عشان البنات الصغيرين ولادنا يبقوا عارفين احنا بنشتغل ازاي في المطبخ وما يبقاش فيه ضرر عليهم. اهو هقلبه كده، هو شد معايا. انا هقلبه من الناحيتين عشان ياخد اللون الذهبي. بعد ما ياخد اللون الذهبي بتاعي اهو كده، لسه في مكان ممكن انزل قطعه تانيه اهو. انا هقلبه على الناحيتين عشان تبقوا عارفين اهو كده. وهنزل القطعه اللي بعدها، ننزل كله مع بعض كده ياخد نفس اللون ونفس الجمال بتاعة البانيه المشوي. شرط ان انتوا لما تعملي البانيه مشوي تكون الطاسه بتاعتك ما تلزقش، يعني تزال جرانيت سيراميك، المهم ان هو حتى لو ألمونيا، بس المهم ما تلزقش. ولما تيجي تحط الزيت في قلب الطاسه بتاعتك لازم الجناب يوصل لها جزء من الزيت دوت، عشان زي ما انتم شايفين كده ممكن قطعه البانيه تطلع على الحر ما يجراش حاجه خالص معايا وتبقى حلوه وزي الفل. بص انا بقلبه هو اللون ده، يعني انا بخليه اللون ده
لسه بقى التكه الجميله اللي هتدي اللون بتاع الصوصات والحلاوه كلها هنشوفها دلوقتي. انا كده البانيه بتاعي بقى خلاص جاهز على ان احط التركه الاخيره بتاعه ملذ وطاب اللي مش هتلاقوها في اي قناه تانيه. اهي كده انا مستنيه شويه بسيطه صغيره قوي وهقول لكم التركه ايه هي. ده بيبقى لون البانيه المشوي العادي. لا انا هعمل له بقى تركه كده، هننزل بشويه ميه في الجناب كده. هي دي اللي هتخليه لون البانيه ولا احلى ولا اطعم من كده، اكنك حطاله الصوصات اللي بيحطوها، وانا ولا غرمت صوص ولا تمن اي حاجه. هو هيبقى معايا 100 وزي الفل. هو ما شاء الله هيبقى لونه تحفه تحفه تحفه. شايفين اهو. شايفين اللون، شايفين الجمال. ولو واقفين بقى معايا هتشموا احلى ريحه بانيه مشوي في المطبخ. ريحه كده ما حصلتش. شايفين لونه؟ شايفين؟ انا بقلبه بس على الجنبين عشان الميه اللي انا عملتها. انا قلت لكم هنعمل ايه، هنشيل الميه. فحصل ولا ما حصل؟ هنقلب كل القطع كده. خلاص هو كده بقى جاهز معايا. لونه ولا احلى من كده ولا اصعب من كده. هنطلعه بقى بص في الطبق وايه، وهيبقى جاهز على الاكل. دايما البانيه المشوي تعمليه قبل الاكل على طول عشان ما يبقاش مجمد. هطلعه بقى في الطبق. بصوا لونه، انتوا احكموا. لو انت بتشويه من غير التركه بتاعه الميه دي، المعلقتين الثلاثه ميه دي، بيبقى مبيض وفي حتت كده محروقه مطرح الشوي. انتوا شايفينه، اللي يشوفه يفتكر ان هو معمول بالبيض والبقسماط. في المحلات بيعملوه بالصوصات. انا ولا دفعت حق صوصات ولا حاجه. احنا حاجه كده على قد الايد، وطالع معايا نفس اللون وطالع معايا نفس الطريان ونفس الطعامه. التتبيله اللي انا قلت لكم عليها. لو وصفه النهارده عجبتكم اللي هي البانيه المشوي بالميه، ما تنسينيش في اللايك والشير. واللي ما اشتركش في القناه يشترك. قناه ملذ وطاب مع رندا محمد، هتلاقوا فيها ابسط والذ الاكلات وابسط الوصفات. سلام عليكم.